طبعا نزول محمد ابراهيم اثر على الاداء. طبعا خروج رزاق، نزول مرغني خروج عمر جابر طبعا من الشوط الاول، ونزول احمد حسن كان بعديها بدقيقه احرز هدف طبعا. يعني البديل في لقاء اليوم والبديل في لقاء ايضا وادي دجله وهو احمد جعفر هم اللي بيحرزوا اهداف الفوز. في المقابل عثمان نابليا نزل بدل عرفه، وكريم الدو بدل احمد عادل، واحمد عمران بدل من حسن جمعه. ايوه، هو اعتقد ان التغييرات كلها اثمرت للفرقتين. يعني التغيير هنا اسمر والتغيير هنا اسمر. يعني بالنسبه للزمالك لما بيغير الزمالك اول ما بيغير طريقه لعبه كمان مع التغيير اللعيبه. لانه لما بينزل واحد بدل ما بيلعب 4-4-2 بيلعب 4-3-3 عشان يامن نص الملعب بالمرغني طبعا عشان ولاعب احمد حسن قدامه شيكابالا، بيلعب بابراهيم صلاح واحمد توفيق ومرغني وبيلعب 3 قدام احمد حسن وشيكابالا واحمد جعفر. فده تغيير في طريقه اللعب بتغيير لعيب، فدي حاجه تحسب. وقلنا المره اللي فاتت نفس الكلام بالنسبه للكابتن حسن شحاته، دي تحسب للكابتن حسن شحاته، لان مناطق الضعف اللي عندي انا بقويها وبالتالي بعمل التغيير اللي يناسب الموقف اللي انا فيه. سيبنا من النتيجه 1-0 ولا 0-0 ولا 2-0. في هذه المواقف بعد الزمالك ما بيغير بينطلق الزمالك تماما في الناحيه الهجوميه، لان شيكابالا ما يبقاش عليه عبء دفاعي انه يرجع يساعد، ان احمد حسن نفس الكلام، ان احمد جعفر بيلعب مهاجم عادي. فالثلاثه بينطلقوا وبيتحركوا بسرعه جدا. وجود محمد ابراهيم قلب الملعب. محمد ابراهيم عنده امكانيات فنيه عاليه جدا في الاحتفاظ بالكوره، في المراوغه، في فرق السرعه بينه وبين اي مدافع بالنسبه للجونه. يمكن النهارده لو الزمالك موفق الشوط الثاني رغم سيطره الجونه على اكتر اوقات الشوط، وشفنا عبد الواحد السيد 10 كور صدهم عبد الواحد سواء ضعيفه او قويه او عرضيه، لانه احد نجوم اللقاء عبد الواحد السيد النهارده. لكن رغم كده الفرص اللي جت للزمالك كانت ممكن توصل النتيجه 2-3، خاصه شيكابالا الغير موفق في اللمسه الاخيره النهارده. اتحرك كويس، بينطلق، بيرقص، لكن الباصه العرضيه مش هي. الانفراد بالجول المفروض بلعبها من بدري لمحمد ابراهيم او للمهاجم اللي جنبي، بتردد بالجول بياخدها مني. كل الحاجات دي كلها طبعا مقومات ان الزمالك الخبرات عنده عاليه. يعني الخبرات عاليه جدا عند نادي الزمالك. عند الجون احمد حسن، شيكابالا، فتح الله، عبد الواحد السيد، خبرات. حتى احمد سمير لسه كنت اقول لك احمد سمير حاجه تفرح. فان يبقى في باك في مصر بيلعب بهذا الاسلوب، تلاقيه في راس الحربه بيلعب الكره بالهيد، تلاقيه بيساعد بيغطي في تغطيه جميله جدا في 4-3-3. دي طبعا كوره بنسيبها للكابتن ناصر، لان فيها شك بينالتي ولا مش بينالتي، طبعا بترجع ليه هو، لان هو رؤيته احسن مننا طبعا. لكن انا بقول ان برضو فاز الفريق الاكثر خبره. ايوه. معايا كابتن ماهر ان الجونه